بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحلقة 23 من قصة حياة مولانا الشيخ محمد عثمان. بيقول في واحد من الوهابية والمنكرين يعني بيقول جه وجايب معاه حديث بيقول إن سيدنا علي قال لسيدنا عبد الله بن مسعود: ألا أوصيك بما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أوصني بأبي أنت وأمي يا أبا الحسن. قال له سيدنا علي يعني: إني ما لقيت تربة مرتفعة في الأرض فاكسرها وسويها. ده الحديث اللي بيقول له يعني معناها أي مقام أو أي حاجة زي كده سيدنا علي قال لازم يتكسر، زي في أحاديث كتير جاية عن الصوامع إن تتكسر وكلام من. فإن مولانا الشيخ قال له سيدنا علي قال كده، قال له قال له أنا ما أقدرش أكذب الحديث. طالما قلت سيدنا علي قال يبقى خلاص عليك أنت الوزر بقى، ما أقدرش أكذب الحديث، لكن أنا هقول لك حاجة هتخليك تكذب أنت الحديث لوحدك. قال له إيه هي؟ قال له السيدة عائشة رضي الله عنها شافت في الرؤيا قمر وثلاثة نجوم سقطوا في حجرها. يعني شافت رؤيا أيام النبي صلى الله عليه وسلم إن في قمر وثلاث نجوم وقعوا في حجرها. قالت لسيدنا علي: عايزاك تفسر لي الرؤيا دي. قال لها: رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرها لك. بعدين ما شاء الله يعني بعد زمن طويل قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت السيدة عائشة. يعني النبي انتقل في بيت السيدة عائشة إلى رحمة الله. الصحابة تشكلوا، الشيخ بيقول الصحابة تشكلوا يعني اختلفوا مع بعض في عملية ايه، ان النبي توفى لا ما توفاش، طب هندفنه فين، حاجات كده يعني. سيدنا عمر قال اللي هيقول ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مات هقطع رأسه او اقتله. بعدين جه سيدنا ابو بكر كان بيكب المية، وسيدنا علي وسيدنا عبد الله ابن العباس بيغسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيلبسوه الكفن. سيدنا عمر سل السيف وماشي وسط الصحابة. يعني سيدنا عمر مش مصدق وحلف اللي هيقول كده يموته، وسن السيف بتاعه وماشي وسط الصحابة. الموقف صعب جدا. سيدنا ابو بكر طلع على المنبر وقال: ألا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله ورسوله، ومن كان يعبد الله فإن الله، استغفر الله العظيم، فإن الله حي لا يموت. الآية بتقول كده. وبعدين سيدنا إن الله، استغفر الله العظيم، فإن الله حي لا يموت. الآية بتقول كده. وبعدين سيدنا أبو بكر قال الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفمن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه. بقية الآية طبعا. هنا سيدنا عمر بيقول لك الشيخ سيف وقع منه لدرجة ان جرح رجله. ليه؟ لأن حتى سيدنا عمر لما سألوه قال: أكني أول مرة أسمع الآية دي. وبعد كده ابتدوا ان هم يقولوا، وبعدين قالوا هنودي النبي صلى الله عليه وسلم يدفن في معهد أنبياء في الشام. يعني يودوا النبي صلى الله عليه وسلم يدفنوه فين؟ في الشام. بعض الصحابة قالوا كده. وبعدين قالوا نوديه مكة بلده. في ناس قالوا من الصحابة لا نوديه مكة بلد النبي صلى الله عليه وسلم يدفن هناك. سيدنا علي قال: سمعت حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا ودفن في موطن قبضه. قال ايه النبي؟ انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا جدعان: ما قبض نبي إلا ودفن في موطن قبضه. قال للصحابة كده، مشوا كلامه. سيدنا أبو بكر قال وهو طالع بعد ما دفنوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
في بيت السيدة عائشة موطن ما قبض. سيدنا أبو بكر قال للسيدة عائشة، جه وطى عليها كده وقال لها ايه ده؟ القمر اللي شفتيه زمان في الرؤيا. هي كانت لفت على، راحت لسيدنا أبو بكر برضه قالت له على الرؤيا، فهو بيقول لها عارفة القمر؟ مش انت شفتي قمر وثلاث نجوم؟ ده القمر اللي انت شفتيه في الرؤيا هيجي يدخل بيتك. وبعدين سيدنا ابو بكر لما حضرته الوفاة بعد زمن طويل بقى، سيدنا ابو بكر قعد فترة، قالوا له نجيب لك الطبيب، قال لهم لا انا مش هعمل بالطبيب، ايه جيبوا لي السيدة عائشة. جابوا السيدة عائشة، قال لها عندي كام نخلة خديهم وادفنيني جنب النبي صلى الله عليه وسلم. عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم دفنته، دفن سيدنا ابو بكر. هي سيدنا عمر طالع بعد الجنازة قال للسيدة عائشة ده النجم الأول، شافت قمر وثلاث نجوم، قال لها ده النجم الأولاني. الرؤيا عمالة تتفسر بعد أزمنة جامدة. سيدنا عمر جه وقته وحضرته الوفاة، قالوا له نجيب لك برضه الطبيب أو حاجة، قال لهم لا هاتوا لي السيدة عائشة. جابوا له السيدة عائشة، قال لها قال لها ادفنيني جنب ايه؟ رجل سيدنا ابو بكر. وجي طالع سيدنا علي من الجنازة قال لها ده النجم الثاني. اما النجم الثالث سيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل اخر الزمان ويموت، لان سيدنا عيسى حي مش كده، لما ينزل مع سيدنا المهدي المنتظر ويموت هيدفن في المكان الثالث، يبقى ده النجم الثالث. فانا قلت للراجل الشيخ محمد سنبا بيقول، انا قلت للراجل اللي هو المنكر ده اللي بيقول ندفن نكسر الصوامع ونكسر المقامات والكلام ده، قلت له سمعت يا اخينا؟ ادي سيدنا علي هو اللي امر ومشوا كلامه ان هو يعملوا للنبي صلى الله عليه وسلم مدفن في بيت السيدة عائشة ويعملوا له مقام والناس تزور في هذا المكان. وخلي بالك بيزوروا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس المقام في مقام تاني وتالت اللي هو بتاع سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في 3 مقامات موجودين والناس بتزورهم، مش بيزوروا النبي بس، لا ده كمان بيزوروا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وبيقروا لهم الفاتحة وبيتلمسوا منهم البركات والنبي صلى الله عليه وسلم. وكان كل الصحابة موجودين. قال له يبقى تبطل بقى؟ قال له ابطل. قال له وتقوم تمشي وتقوم تروح. ودي كانت قصته مع الراجل المنكر للمقامات. ونلتقي في حلقة قادمة ان شاء الله.
وبعدين قالوا نوديه مكة بلده. في ناس قالوا من الصحابة لا نوديه مكة بلد النبي صلى الله عليه وسلم يدفن هناك. سيدنا علي قال سمعت حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا ودفن في موطن قبضه. قال ايه النبي؟ انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا جدعان ما قبض نبي الا ودفن في موطن قبضه. قال للصحابة كده مشوا كلامه. سيدنا ابو بكر قال وهو طالع بعد ما دفنوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيت السيدة عائشة موطن ما قبض، سيدنا ابو بكر قال للسيدة عائشة جه وطى عليها كده وقال لها ايه ده القمر اللي شفتيه زمان في الرؤيا. هي كانت لفت راحت لسيدنا ابو بكر برضه وقالت له على الرؤيا، فهو بيقول لها عارفه القمر مش انت شفتي قمر وثلاث نجوم؟ ده القمر اللي انت شفتيه في الرؤيا هيجي يدخل بيتك. وبعدين سيدنا ابو بكر لما حضرته الوفاة بعد زمن طويل بقى سيدنا ابو بكر قعد فترة، قالوا له نجيب لك الطبيب، قال لهم لا انا مش هعمل بالطبيب ايه، جابوا لي السيدة عائشة. جابوا السيدة عائشة قال لها عندي كام نخلة خديهم وادفنيني جنب النبي صلى الله عليه وسلم. عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم دفن سيدنا ابو بكر. وهي سيدنا عمر طالع بعد الجنازة قال للسيدة عائشة ده النجم الأول، شافت قمر وثلاث نجوم، قال لها ده النجم الأولاني. الرؤيا عمالة تتفسر بعد أزمنة جامدة. سيدنا عمر جه وقته وحضرته الوفاة، قالوا له نجيب لك برضه الطبيب أو حاجة، قال لهم لا هاتوا لي السيدة عائشة. جابوا له السيدة عائشة قال لها قال لها شكله الشيخ بيقول الصحابة شكله يعني اختلفوا مع بعض في عملية ايه ان النبي توفى لا ما توفاش، طب هندفنه فين، حاجات كده يعني. سيدنا عمر قال اللي هيقول ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مات هقطع رأسه او اقتله. بعدين جه سيدنا ابو بكر كان بيكب المية، وسيدنا علي وسيدنا عبد الله ابن العباس بيغسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيلبسوه الكفن. سيدنا عمر سل السيف وماشي وسط الصحابة، يعني سيدنا عمر مش مصدق وحلف اللي هيقول كده يموته، وسن السيف بتاعه وماشي وسط الصحابة. الموقف صعب جدا. سيدنا ابو بكر طلع على المنبر وقال الا ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله ورسوله ومن كان يعبد الله فان الله استغفر الله العظيم فان الله حي لا يموت. الايه بتقول كده. وبعدين سيدنا ان الله استغفر الله العظيم فان الله حي لا يموت. الايه بتقول كده. وبعدين سيدنا ابو بكر قال الله سبحانه وتعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افمن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه. بقية الآية طبعا. هنا سيدنا عمر بيقول لك الشيخ سيف وقع منه لدرجة ان جرح رجله. ليه؟ لأنه حتى سيدنا عمر لما سألوه قال أكني أول مرة أسمع الآية دي. وبعد كده ابتدوا ان هم يقولوا، وبعدين قالوا هنودي النبي صلى الله عليه وسلم يدفن فيه مع الأنبياء في الشام. يعني يودوا النبي صلى الله عليه وسلم يدفنوه فين؟ في الشام. بعض الصحابة قالوا كده. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحلقة 23 من قصة حياة مولانا الشيخ محمد عثمان. بيقول في واحد من الوهابية والمنكرين يعني بيقول جه وجايب معاه حديث بيقول ان سيدنا علي قال لسيدنا عبد الله بن مسعود ألا أوصيك بما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له أوصني بأبي أنت وأمي يا أبا الحسن. قال له
سيدنا علي يعني: إني ما لقيت تربة مرتفعة في الأرض فاكسرها وسويها. ده الحديث اللي بيقول له يعني معناها أي مقام أو أي حاجة زي كده سيدنا علي قال لازم يتكسر، زي في أحاديث كتير جاية عن الصوامع إن بتتكسر وكلام من. فإن مولانا الشيخ قال له سيدنا علي قال كده، قال له قال له أنا ما أقدرش أكذب الحديث، طالما قلت سيدنا علي قال يبقى خلاص عليك أنت الوزر بقى، ما أقدرش أكذب الحديث، لكن أنا هقول لك حاجة هتخليك تكذب أنت الحديث لوحدك. قال له إيه هي؟ قال له السيدة عائشة رضي الله عنها شافت في الرؤيا قمر و3 نجوم سقطوا في حجرها. يعني شافت رؤيا أيام النبي صلى الله عليه وسلم إن في قمر و3 نجوم وقعوا في حجرها. قالت لسيدنا علي عايزاك تفسر لي الرؤيا دي. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرها لك. بعدين ما شاء الله يعني بعد زمن طويل قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت السيدة عائشة. يعني النبي انتقل في بيت السيدة عائشة برحمة الله. الصحابة تشميني جنب ايه رجل سيدنا ابو بكر، وجي طالع سيدنا علي من الجنازة قال لها ده النجم الثاني، اما النجم الثالث سيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل اخر الزمان ويموت، لان سيدنا عيسى حي مش كده، لما ينزل مع سيدنا المهدي المنتظر ويموت هيدفن في المكان الثالث، يبقى ده النجم الثالث. فانا قلت للراجل الشيخ محمد صنبا بيقول، انا قلت للراجل اللي هو المنكر ده اللي بيقول ندفن نكسر الصوامع ونكسر المقامات والكلام ده، قلت له سمعت يا اخينا، ادي سيدنا علي هو اللي امر ومشوا كلامه ان هو يعملوا للنبي صلى الله عليه وسلم مدفن في بيت السيدة عائشة ويعملوا له مقام والناس تزور في هذا المكان. وخلي بالك بيزوروا النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس المقام في مقام تاني وتالت اللي هو بتاع سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في 3 مقامات موجودين والناس بتزورهم، مش بيزوروا النبي بس، لا ده كمان بيزوروا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وبيقولوا لهم الفاتحة ويتلمسوا منهم البركات والنبي صلى الله عليه وسلم، وكان كل الصحابة موجودين. قال له يبقى تبطل بقى، قال له ابطل، قال له وتقوم تمشي وتقوم تروح. ودي كانت قصته مع الراجل المنكر للمقامات، ونلتقي في حلقة قادمة ان شاء الله.